هنعمل مع بعض النهارده ايس كريم سهل جدا بمكون اساسي واحد بس. عايزه اقول لكم طعمه خرافي، انا متاكده انكم اول ما هتخلصوا الفيديو ده هتقوموا تعملوه على طول، حتى لو عمركم ما دخلتوا المطبخ قبل كده فهو هينجح معاكم من اول مره. بس قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو ده. اول حاجه عندي هجيب الموز. عارفين الموز كده لما يبقى لونه غامق كده ده بيبقى مسكر وحلو جدا. هحطه في الفريزر، واي فاكهه عندي موجوده متاحه في البيت هحطها برده في الفريزر حوالي ساعتين او من بالليل للصبح لغايه لما تجمد خالص. بعد ما جمدت طلعته من الفريزر كده وابتديت اقسمه بالسكينه علشان اقشره واشيل منه القشره. لو حابين تشيلوا القشره من البدايه وتشيلوه في الفريزر من غير قشرته فهتشيلوه، بس تحطوا عليه عصره ليمون علشان ما يتاكسدش. بعد كده هبتدي اقطعه بالسكينه، وبعد كده احط عليه فانيليا علشان يديله ريحه كده حلوه. وبعد كده هضربه، يا اما هضربه في الكبه يا اما هضربه بالهاند بلندر زي ما تحبوا، ده اوبشن وده اوبشن. ابتديت اضربه كده لغايه لما يبقى عندي معجون، وده كده كانه الكريمه او كانها الفانيليا الاساسيه. استخدمت الوصفه دي 8 موزات، اخدت منهم 2 يعني حوالي قطعتين من الموز، وحطيت عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام، يا اما كاكاو خام يا اما كاكاو محلى حسب رغبتكم. ابتدي ادمج الكاكاو مع الموز. ممكن برضو تعملوه في الكبه لو حابين، بس انا عملته بالسباتيولا كده بسرعه. وبعد كده خدت حبتين تانيين من الموز وحطيت عليهم شويه من البرز. البرز دي كنت انا مخزناها عندي من السنه اللي فاتت، في وقت معين كده بينزل فيه خصومات بيبقى سعرها تحفه، دي مصري فكان سعرها حلو قوي فخزنتها عندي وبستخدمها على حسب الطلب. تالت نوع عندي برضو خدت واحدتين من الموز وحطيت عليهم شويه فراوله مجمدين، وابتديت اطحنهم بالشكل ده. بعد كده هتبتدوا تحطوا كل نوع من الانواع اللي احنا عملناها دي في علبه منفصله، او حطوهم كلهم في علبه واحده زي ما تحبوا. وبعد كده هبتدي اشيلهم في الفريزر لغايه لما يتماسكوا شويه. تقدروا تضيفوا معلقتين حليب مكثف محلى لاي نوع، او تقدروا كمان تضيفوا معلقتين لبن، او تقدروا تضيفوا عسل زي ما تحبوا. في الاخر هيطلع عندكم ايس كريم بجد بجد خرافي، طعمه تحفه. انسيابي ناعم وجميل وصحي. انا كان بالنسبه لي الموز بس كان طعمه حلو جدا، وهو كان مسكر كفايه لانه مستوي فكان عجبني جدا. اتمنى ان حلقه النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا شير للفيديو ده وقولوا لي رايكم في التعليقات. شكرا واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.